السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي في تمام الصحه والعافيه. اللي ما كيصدقش معها الكيك، انا اليوم جيت باش نهنيك بكيك الملعقه اللي عمرو غادي يحشمك. كيجي طالع وخفيف وعائلي وبمقادير مضبوطه واقتصاديه، بلا ياغورت. غادي ديريه بعينيك مغمضين وتدعي معايا والله يحفظكم ليا. غير ما تنساونيش كيف العاده بلايكاتكم وتشجيعاتكم، ولا كنتو من المشتركين الجدد وكنتو اول مره تشوفوا القناه وعجبكم بطبيعه الحال المحتوى اللي كنقدم، كنتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش هكا يبقى يوصلكم كل جديد ديالي، وهذا فضلا وليس امرا. ما نزيدش نطول عليكم وندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. نتوكلوا على الله ونبداو الوصفه ديالنا ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاج واحد المول اللي القطر ديالو 28 سنتيم. تقدروا ديروا مول دائري ولا مربع ولا غير المول ديال الكيكه العاديه، كيبقى لكم الاختيار وداكشي اللي عندكم في الدار. كيف شفتوا معايا راني دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق. كنلبسوا مزيان من جميع الجوانب. انا كنفضل الزبده على الزيت النباتيه، كتجي بنينه حتى في الكيك. المهم كنوضع المول ديالي على جنب وندوز نحضر معكم الكيك اللي ساهل ماهل. غير تبعوا معايا جميع الخطوات. هنا غادي نحتاج واحد 3 الحبات ديال البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ. دائما كنأكد عليها، البيض ديالكم خرجوه قبل من الثلاجه عاد خدموا به. مباشره غادي نوضع قبيصه ديال الملح اللي ضروري باش كنعادلوا المذاق، هذه مهمه جدا. وكيس ديال سكر الفانيلا كان عندكم مزيان، ما كانش متوفر ماشي مشكل، كيبقى اختياري. بالنسبه للسكر كما قلت لكم في بدايه الفيديو، هذا كيك بالملعقه، غادي نعبر 12 الملعقه ديال السكر. باي ملعقه عندكم ومتوفره عندكم تعبروا بها جميع المكونات. وغادي نجيبوا الطراب الكهربائي ولا الخلاط الكهربائي ولا الطراب اليدوي اللي بغيتو. انا كندير هذا الطراب الكهربائي اختصارا للوقت فقط. اهم حاجه عندنا هو البيض مع السكر، نطربوه مزيان حتى كيتغير اللون ديالو. هذا هو السر من اسرار الكيك باش كيجي طالع وخفيف. من بعد كنضيف الزيت النباتيه دائما بنفس الملعقه. كنضيف 12 ملعقه ديال الزيت النباتيه، يعني ساهله ماهله بلا قوه العبارات ولا الكيسان، هادشي ساهل عندكم. المهم من بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال قشور ديال البرتقال ولا قشوره الحامض، حتى هي كتبقى اختياريه. و12 ملعقه ديال الحليب السائل اللي كيكون بدرجه حراره المطبخ. انا درتو في الكاس غير باش ما نطولش عليكم الفيديو. واي مكون ضفتو كنخلطو مزيان. ومباشره جا الدور ديال الدقيق اللي غادي نبقى نضيف بالتدريج. هنا الدقيق انا عابره 12 معلقه عامره ديال الدقيق الابيض في ديك الزلافه. كنضيف واحد الكميه في الاول، كنغربلها. المره الاولى راني مغربلاه وكنعاود نغربلو المره الثانيه، يعني كل ما كنا مغربلين الدقيق ديالنا كل ما كيجينا الكيك مزيان. كنضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. حتى هو كنغربلو باش ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات في الكيك ديالنا. وغادي نكمل الكميه الاخرى ديال الدقيق، يعني في المجموع كنستعمل 12 ملعقه ديال الدقيق اللي كتكون عامره. هذا هو القوام ديال الكيك اللي كنتحصلوا عليه فاش كنرسم داك رقم 8 كتبقى مرسومه ليا فوق السطح ديال الكيك. مباشره غادي نفرغ داك الكيك ديالي في المول وحنا رافعين يدينا الفوق. ملي كتبغيو تحضروا الكيك ديالكم كتشعلوا الفران من قبل. خاص الفران يكون سخون مزيان باش هكا كندخلوا على 180 درجه. بالنسبه فرن كهربائي كندير الشبكه في الوسط وكندخل الكيك ديالي على 180 غير من التحت. وفرن غازي كتشعلوا عليه من التحت على عافيه مهيله وكتخليوه مده ديال 45 دقيقه حتى كيطيب من التحت. عاد كتحمروه وهذا هو الشكل ديالو. من بعد ما كيطيب شوفوا معايا، عرفتي صراحه كتطلع منه واحد الرائحه رائعه جدا، كيجي خفيف وكيجي مهوي. انا من بعد ما خرجته انا خدا معايا 45 دقيقه بالضبط. كان هو هذاك واجد معايا من التحت ومحمر من الفوق. صافي مباشره قلبته في واحد الشبيكه وغنقلبه في واحد الطبيصيل. ومن بعد غادي نزينو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. بغيتو تخليوه بحال هكا كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد ما كنزينو كيكون على هذا الشكل هذا، صراحه كيجي رائع جدا. واعتبروه ككيك يومي اللي ما تقدروش تستغناو عليه كل نهار. كما قلت لكم اللي ما كينجحش معاها راه بمقادير مضبوطه 100%. غير جربوه بعينيكم مغمضين وكنتمنى غير شي دعيوه ديال الخير. هنا بالنسبه للتزيين راني دهنته غير بمربى ديال المشماش الخاص بالحلويات، ودرت عليه واحد شويه ديال الكاوكاو ايفيلي. تقدروا ديروا الكونكاسي او اللوز ايفيلي او غير الكوك، ولا تخليوه كما قلت لكم غير هكا الا بغيتوه الفطور ديال الصباح. ولا كان جايين عندكم الضيوف ولا شي حاجه تقدروا تزينوه بهذه الطريقه. نتوما كيبقى لكم الاختيار داكشي اللي متوفر عندكم في الدار.
انا قطعت معكم الكيك باش نوريه لكم كيفاش كيجي من الداخل. صراحه كيجي خفيف خفيف بزاف، ما تشبعوش منه. كيجي هو هذاك في القياس ديالو في كل شيء. يعني غير جربوه ان شاء الله، وخليوا لي دائما تعليقاتكم و انتقاداتكم علاش لا. كنتمنى فعلا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا دائما بلايكاتكم، وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء اللي تعون فائده. يلا خليتكم على خير، الى فيديو جديد ان شاء الله، في حفظ الله ورعايته.